عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. نذهب إلى مكة قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام والأحداث التي حصلت قبل ذلك. عبد المطلب بن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزوج ابنه عبد الله اللي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام، أغلى أبناء عبد المطلب عليه، فأخذه إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة. وهب بن عبد مناف بن زهرة هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سيد بنو زهرة في ذاك الزمان. فخطب عبد المطلب آمنة بنت وهب لعبد الله ابنه. عقد هذا النكاح عبد الله بن عبد المطلب هو الزوج، وآمنة بنت وهب هي الزوجة. أنجبوا أعظم إنسان. قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وفي العام الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام حصلت حادثة كبيرة، حتى القرآن وثق هذه الحادثة. خرج رجل حبشي فرض سيطرته على اليمن، اسمه أبرهة الحبشي، نصراني، توجه إلى مكة لهدم الكعبة. شنو السبب؟ السبب أن هذا الرجل بنى كنيسة عظيمة في اليمن، وقال أن هذه الكنيسة سيحج إليها كما يحج الناس إلى الكعبة، ونشر هذا الخبر بين المناطق العربية اللي حوله. غضب العرب، واحد من العرب من غضب السوى راح وجلكم الله بال داخل هذه الكنيسة، فجن جنون أبرهة الحبشي، فقرر أن يذهب ليهدم الكعبة، كعبة هؤلاء العرب اللي تجرأوا على كنيسة أبرهة الحبشي. قد حاربته كثير من القبائل لمنعه من الوصول إلى مكة، ولكن عبثا حاولوا. جيش عرمرم ومع الجيش فيل، حتى الفيل اسمه محمود. ولما اقترب من ثقيف خشوا على صنمهم اللات، كانوا يطوفون حوله، قالوا ترى مو هذا الكعبة هناك، وحنا السمع والطاعة لك يا أبرهة. قدم أبرهة ومعاه أدلته اللي دلونه على الطريق من أسياد القبائل اللي أسرهم في طريقه، كانوا أدلة له ليصل إلى الكعبة. وسمع كبير قريش عبد المطلب بن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم أبرهة وجنوده وجيشه الذي معه الفيل. عند اقتراب أبرهة من مكة حصد جنوده والتابعين له 200 من الإبل تابعة لقريش. لما علمت قريش بقوة أبرهة وقوة جنوده توجه عبد المطلب بن هاشم لمقابلة أبرهة الحبشي. وصل عبد المطلب إلى مكان أبرهة وبحث عن وسيط عشان يقدر يدش على الملك أبرهة الحبشي، فوجد سائس الفيل كان هو الوسيط له. ما أذن لعبد المطلب بالدخول على أبرهة الحبشي صاحب الجيش العرمرم اللي معاه الفيل اللي كسب الإبل وجاي يهدم الكعبة. لما رأى أبرهة الحبشي سيد قريش، شاف الهيبة في عبد المطلب وشاف الوقار، فنزل من كرسيه وقعد مع عبد المطلب على الأرض، وكان بينهم ترجمان. فقال لعبد المطلب ما هي حاجتك؟ قال حاجتي أن تعطوني الإبل التي أخذتموها، 200 من الإبل. قال أبرهة الحبشي المترجم اللي بينهم، قال إن عبد المطلب كان له هيبة في نفسي أول ما دخل، وتوقعت أنه يذود عن البيت، بس بعد طلبه هذا راحت الهيبة اللي كانت تغشى عبد المطلب بعين أبرهة. فقال عبد المطلب أنا طلبت الإبل لأني رب الإبل وللبيت رب يحميه. فوهب أبرهة الحبشي الإبل لعبد المطلب، فغادر عبد المطلب وتوجه إلى مكة، وأمر الناس بأن يذهبوا إلى رؤوس الجبال والشعاب بعيدا عن هذا الجيش وللبيت رب يحميه. كان على يقين من ذلك عبد المطلب. فلما تقدمت قوات أبرهة الحبشي والكل ترقب هذا الموقف، أهل مكة قريش الكبار والصغار على رؤوس الجبال والشعاب ينتظرون الحادث الجلل. انطلق أبرهة والقوات اللي معه نحو الكعبة، ولكن حدث أمر عجيب. الفيل لما يوجهون إلى مكة يوقف، إذا تم توجيه الفيل لأي جهة أخرى تجده يمشي ويسرع في مشيه، يعني كل طريق أروح له إلا هذا الطريق. في هذه الأثناء غطت السماء طيور كثيرة، طيور أبابيل، وفي كل منقار واحدة فيهم حجر ترميه على هذا الجيش. فعصفت فيهم هذه الطيور وتناثرت جيوش أبرهة الحبشي، حتى أنه هو نفسه ذهب لا يعلم أين وجهته. صابت هذه الطيور منهم مقتلة عظيمة، الله سبحانه وتعالى حمى بيته، وسورة الفيل خير شاهد على ذلك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فذهب خبر جيش أبرهة
ولم يصل أبرهة إلى اليمن حتى سقطت أطرافه وتوفي. في نفس العام التي وقعت فيه حادثة الفيل حصل أمر أعظم من حادثة الفيل. في يوم الاثنين 9 ربيع الأول، في هذا اليوم شعرت آمنة بنت وهب التي توفى زوجها عبد الله بن عبد المطلب أنها ستلد، فخرج منها نور عند ولادتها أضاءت له قصور الشام. شيء عجيب، ولادة سهلة، حمل ما شعرت أنها حامل. يروي حسان بن ثابت عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت ابن 6 سنين أو 7 سنين من عام الفيل في ربيع الأول، فسمعت رجلا من اليهود يصرخ: يا معشر اليهود، يا معشر اليهود، حتى إذا اجتمعوا حوله وقالوا له: ويلك مالك؟ فقال لهم: طلع الليل نجم أحمد الذي ولد به. اليهود كانوا على يقين وعلم بخروج نبي. جاء الخبر إلى الجد بولادة زوجة ابنه المتوفي، ففرح وطار فرحا، فأقبل إليها وأخذ ولدها من بين يديها. طبعا في اختلاف على مولد النبي عليه الصلاة والسلام، خلنا نوضح النقطة. قيل 9 ربيع الأول وقيل 12 ربيع الأول. أخذ عبد المطلب هذا الحفيد وهو طاير من الفرح، فطاف به حول الكعبة وعاده إلى أمه وقال لها: أسميته محمدا. كان من عادة أهل مكة في ذاك الزمان أن يرسلوا أولادهم إلى بعض القبائل التي حولهم عشان يرضعونهم. أقبل إلى مكة نسوة من بني سعد. بني سعد كانوا بدو حول مكة، يأتون نسائهم فيأخذون الأطفال يرعونهم ويرضعونهم ويأخذون مقابل. أقبلوا على مكة، وذاك العام كان عام فقر بالنسبة لهم، ومعاهم امرأة اسمها حليمة السعدية، كانت توها جايبة طفل صغير. أقبلت على مكة لتأخذ أحد الأطفال لترضعه، ما كان حليب صدرها يكفي ابنها، حتى أنه كان يصيح طوال الليل من شدة جوعه. وكانت جاية على أتان حمار، وكان الأتان هذا هزيل الحمار، وحتى أعاق القوم اللي معاها بمسير. وصلت نساء بني سعد إلى مكة كانوا معروضين قدامهم الأطفال، وكل ما واحدة مرت على النبي عليه الصلاة والسلام ودارت إنه يتيم تركته راحت تبحث عن آخر، لأن هذا اليتيم ما وراء أبو يعطينا من المصاريف، وجد رجل كبير وأمه ما راح يقدروننا مثل أبوه. فأخذت جميع نساء بنو سعد أطفال، وبقى النبي عليه الصلاة والسلام وحليمة السعدية لم تجد طفل ترضعه. ذهبت حليمة السعدية إلى زوجها وقالت له: والله إني لأكره أن أرجع بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، وقالت: والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم ولا آخذنه. فقال لها زوجها: عسى الله أن يجعل لنا فيه البركة، قصد النبي عليه الصلاة والسلام. وبمجرد أن أخذت النبي عليه الصلاة والسلام ووضعته على صدرها، فدر صدرها الحليب فشرب حتى شبع، وأرضعت طفلها رضيعها اللي كان ما ينام الليل لأنه ما يشبع من حليبها، أرضعته بعد النبي من صدرها فشرب حتى روي وشبع. قضت حليمة مع زوجها وأبنائها الرضع ليلة كلها هدوء وسكينة. طفلها من زمان ما نام الليل كله بهدوء، الليلة هذه نام. لما أصبحوا لاحظ زوج حليمة هذه التغييرات، فقال لها: يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. لما أصبحوا بيلحقون قومهم وإذا بحمار حليمة الهزيل اللي كان يلا يمشي أصبح أسبق الدواب. حتى نسوة بنو سعد لاحظوا ذلك وقالوا الحليمة: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ قالت: بلى والله. أتانك يعني حمارك؟ قالت: بلى والله. فقالوا: إن لها لشأنا عظيما. فلما وصلوا لقومهم إلى بنو سعد إذا بالخير يحف بيت حليمة، كانت في مجاعة حولهم، فتخرج شياه حليمة فترعى في المراعي تعود ممتلئة بالحليب، وشيات الجيران اللي حولهم وغنم الجيران اللي حولهم يطلعون ويرعون ويرجعون وأضرعتهم جافة قحط. كل ذلك بركات هذا الطفل القرشي أعظم البشر النبي عليه الصلاة والسلام. عاش فترة الرضاعة عند حليمة وأحبته كثيرا، وأنعم الله عليهم بالخير، بركاته حلت عليهم. استكمل فترة الرضاعة عادت به حليمة السعدية لأمه آمنة بنت وهب، فألحت حليمة السعدية على أمه
أن تستبقيه عندها. راحت حليمة السعدية تقول لأم النبي عليه الصلاة والسلام: أخاف على طفلي هذا من أوبئة مكة ومن أمراضها، فدعيه يرجع معي، استبقيه معي لفترة ثم أعيده. وبعد إلحاح شديد وافقت أم النبي عليه الصلاة والسلام، فعادت حليمة طايرة من الفرح معها هذا الطفل المبارك. مرت الأيام، وفي يوم من الأيام كان يلعب هذا الطفل محمد عليه الصلاة والسلام مع غلمان بنو سعد، إذا برجلين يقبلان على النبي عليه الصلاة والسلام من بين هؤلاء الغلمان ويطرحونه أرضا، فهرب الغلمان إلى حليمة. غسل هذان الملكان صدر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شقوه، طلعوا صدره وغسلوه وأخرجوا علقة منه. مجيء الغلمان لحليمة السعدية وقولهم لها أن محمدا قد قتل جاءت مسرعة، فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام ووجهه تغير لونه. فزعت من ذلك وخافت حليمة السعدية خوف شديد على هذا الطفل، فأخذته وأعادته إلى أمه في مكة. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في بنو سعد بين 3 و5 سنوات على اختلاف الأقوال. هذا كافي لليوم. السلام عليكم.